السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو جديد على القناه البنات. شحال هذا ما نزلت فيديوهات على القناه مده طويله. المهم غنحاول نبقى نصور ونبارطاجي معكم هكايا فيديوهات. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا بان لكم يستحق واحد لايك واشتراك في القناة بالنسبة للبنات لأول مرة كيشوفوا القناة ديالي. البنات اليوم غنشارك معكم لقطات من نهارين يوم الجمعة. درت هنا البنات كسيكسو هكا على شوية ديال اللحم وخضيرة وهذا. البنات ما شاركتش معكم الطريقة. الطريقة تقريبا راه عارفة كل شيء. هذا كسكسو عادي. كل شيء كيعرف يحضر كسكسو وصافي. البنات كان هذا هو الغدا ديالنا بحال جميع الاسر المغربيه، كلشي كيدير كسكسو نهار الجمعه. كانت هذه القصريه ديالي مع شويه ديال اللبن وصافي. هادشي اللي كاين. البنات اليوم كانت عيطات عليا الصديقه ديالي واحد صاحبتي قالت لي غنجي عندك هكا في العشيه. صافي البنات. هنايا جيت من بعد ما حيدت الغدا وداكشي غسلت الماعن ورجعت كل حاجه بلاصتها. هنا البنات جيت بغيت ندير واحد الكيك. كيجي زوين. شفتو درت قبيصه ديال الملح، جوج بيضات، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، واحد القشره ديال حامضه ولا ليمونه هكا اللي كان تيعطيه واحد المذاق زوين للكيك. هنايا بنات عوضته حيت ما كانش عندي فاني، وهو راه صراحه كيجي احسن من الفاني. المهم حكيت هنايا قشره ديال حامضه. والبنات غادي نخدم هاد الخليط هذا. غندير الباطور وغادي نخدمو حتى كتذوب ديك السنيده مزيان مزيان، وكيتخلطوا لينا هاد جوج مكونات مزيان. تيولي الخليط اللون ديالو فاتح، تيبقاش هكا صفر. هانتوما البنات غتشوفوا الطريقه. المهم هادي باش هكا كيجيكم الكيك خفيف. هنايا البنات عندي كاس الا ربع ديال الزيت، وغنبقى هكايا كنخلط كنخدم بحال هكا. وهنايا البنات عندي كاس تاع عصير ديال الليمون، نفس الكاس البنات كنعبر به هو كاس العنبه. صافي البنات هنا غنجيب الطحين وغنبدا ندير هكايا بشويه بشويه وانا في نفس الوقت كنخدم هكايا الخليط ديال هاد الكيك هذا. بالنسبه للخمارات كديروا هكايا جوج خمارات. انا البنات انا ما عنديش الساشيات، عندي خميره هكا ديال الحلوى خديتها للعبار. صراحه زوينه ونفس الفعاليه وهكا كتقام اقتصاديه بالنسبه للمقارنه مع دوك الساشيات. فخديتها البنات ديال العبار صراحه بحال الساشيات بحال ديال العبار نفس الفعاليه عندهم. غير هذه كتقام شويه اقتصاديه على الاخر. صافي البنات كنخدمو كنبقاو نزيدو هكايا الطحين حتى كنتحصلو هكا على واحد القوام ديال الكيك. غير هو بنات هاد الكيك غادي نديروه بالتفاح وهكا بالزبيب واللوز وهذا. خص الخليط يكون شويه ثقيل مقارنه مع العادي باش هكا ما يهبطوش لنا دوك المكونات الوسط ديال الكيك ملي ندخلوهم الفران. هنايا بنات ناخذ هاد المول دهنتو هكا بشويه ديال الزبده، رشيتو هكايا بالطحين. كنخوي فيه هاد الخليط هذا. البنات هنا عندي شويه ديال اللوز هكايا شي حبات، شويه ديال الزبيب، عندي واحد التفاحه كنحكها بالقشور ديالها وكنعصرها من هذاك الماء ديالها. صافي البنات وكنديرهم هكايا في السطح ديال هاد الكيك هذا. كديروا عليه هكايا واحد الرشيشه ديال سنيده، رشيشه ديال القرفه، صافي كتدخلوه يطيب. صافي البنات هنايا عمرت اتاي. ها هو الكيك البنات كيجي زوين. هنايا البنات درت واحد الحرشه، وهنايا جبت الملوي كان عندي في المجمد. كندير ليه هكايا نص طيبه هكا. لا جا شي واحد على غفله راه كنجبدو كنسخنو. هانتوما البنات كتيجي راه كيجي زوين بحال يلاه مصاوبه. صافي هنايا شويه ديال الفاكهه، شويه الزيت، شويه الزويتينات، المهم داكشي اللي كاين. ودازت زويه عشيه زوينه مع صاحبتي. هنايا جابت لي حقي، كانت مشات للفيرما ديالها جابت لي حقي، جابت لي شويه ديال الحامض
وجابت ليا هكايا الليمون، وجابت ليا حقي من لافوكا. نبغي نقول لها من هذا الفيديو الله يخلف عليك وشكرا. وصافي البنات، هذه هي العشيه ديالنا ديال نهار الجمعه. هكايا شاركت معكم لقطات من النهار ديالي وصافي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش لايك والاشتراك، وشكرا.